get ready with me وطارت السنابات وأنا أتكلم وأقول إنه أهلي جايين وبيوصلون بعد شوي وأنا مرة متحمسة. وقالوا لي أرسلوا لي مسج كذا على طول، قالوا لي اسمعي سوي مساج لرجولك لأنك بتمشين مرة كثير مبدئيا، يعني واضح إنهم إيش بيطلعوني من هدوئي تماما، ما في هدوء. فأنا مرة متحمسة إنهم بيجون الصدق، يعني كذا بيصير جدول سياحي حرفيا، مجهزين الأماكن والأشياء ولكن ما يعرفون إنه إيش بيصير، ما هم عارفين بالي كيف زحمتها. واحدة من الأشياء اللي يعني مو حلوة في بالي إن هم يتوقعون إنهم بيصحون الصباح و5 دقايق يوصلون عند البحر ولا 20 دقيقة، ولكن الحقيقة أنا كل منطقة في بالي مختلفة. وأنا قلت أوكي هل توقعاتكم تمام، تعالوا شوفوا الواقع. يعني مثلا أبغى أروح بحر، عشان أروح منطقة ثانية أحتاج 1.5 ساعة، ساعتين مع الزحمة تقريبا. إذا كنا محظوظين راح نكون في ساعة، بس للأسف يعني مو دايم. مبدئيا هم ما يدرون هذا الشيء، يحسبونه خلاص على طول مرة سهل. أبغى أروح مثلا أنا في أبود، أبغى أروح ألواتو 2 ساعة، من ألواتو لشانغو 2 ساعة، عرفتوا؟ فأنا لما أتنقل أروح أشيل أغراضي كلها وأنتقل لمكان جديد وهكذا يعني. فاستعدوا، يقولون لي أسوي مساج للرجول، قلت الله يستر. وبجلسون شهر، فمرة متحمسة أنا بصير في أشياء كذا سوا. أول مرة يجون بالي باي ما قد جو، فيحسون إن أنا المرشدة السياحية، والمرشدة السياحية فيها النوم فيها النوم وفي هدوء لأني تعودت خلاص، تعودت رايحة جاية مدري إيش. بس شيء حلو إنهم بيجلسون شهر، فأنا تأكدت إن يعني هذه عائلتي، لأننا يعني ما نعرف نروح مكان نقعد فيه أسبوع. يعني إذا رحنا أسبوع شيء غريب، كم يوم كذا لا، أحس لازم إذا فتحنا الشنطة نفتح الشنطة ونسكر الشنطة كذا، نحس ما ينفع نفتح الشنطة بسرعة يلا نركض وقفلنا الشنطة رجعنا، ما نسوي هذا الشيء. حلو الصراحة. أي وشوفوا التكنيك اللي أنا قاعدة أستخدمه الحين، تكنيك كوري. أوكي، يعني أنا تعدد شخصيات غير طبيعي. التكنيك حقي كوري، أكلي صاير صيني، الأشياء اللي أخذها صينية، وعايشة حاليا في بالي. عرفتوا كيف صاير الوضع؟ عجيب. إيش استخدمت؟ خليني أوريكم. أول شيء استخدمت مرطب لوجهي، أوكي، خليته نص ساعة. بعدين استخدمت واقي شمس هذا، وبعدين استخدمت هذه اللمعة اللي انتم تشوفونها الحين في وجهي من هذا البراند، لقيته في سيفورا هذا. اوكي كذا، هو سان بلوك ترى بنات، ستيك. اوكي تحطينه، انا ما احب احطه على كل وجهي لاني احس كأنه المنظر معرق، ما احب احطه هنا كذا نقاط معينة على الوجه. بعدين حطيت الكونسيلر كذا حرف في، يخلي الوجه مرة أحلى. طبعا التكنيك هذا كوري. إيش كمان أبغى أستخدم؟ ممكن أستخدم هذا بعد لأنه حلو كلو كذا، بس وين؟ طرف تحت العين هنا، يعني هذه تشوفين العين زاويتها تحطينها فراشة فوق يعني عند جوالي. بطبطب شوي خفيف، اللقطة كيف تصير هنا شيء بسيط كذا. طبعا تطلعين أرنوبي، بس حاول يكون خفيف مو كثير. اوكي هنا شوي. طبعا كل ما اخذتي وقتك بالميك اب كل ما كان اريح، كأنك ترسمين رسمة مو بسرعة. تمام، حطينا بقايا طبعا يدي شوي بسيط. ايوه بالضبط.
زي اللي أنا أبغاه. أحس ودي إني يا أغمق شعري يا أفتح حواجبي، واحد منهم. نشوف. طبعا عندي موعد اليوم أظافر، وأسوي أظافري خلاص، كنت لاهية في الكورس والدنيا الحين خلاص صار عندي وقت. أعشق هذا حق الحواجب، يعني قد مايل ثاني يوم. شوفوا الفرق، خيال. ترى مو شفاف، شوي كذا في لون. لا تروحي لا تروحي، خلينا نبقى هون على طول، خلينا نبقى هون على طول. بعد السهر نظرنا والليالي، بعد العمر نظر بين الليالي، مين لقينا بيني وبينك مشاوير، بيني وبينك ضوء القمر، حب كبير. ايش رايكم؟